يا مساء الفل، قلت كده اخدكم معايا في الروتين المسائي بتاع ترويق اوضه ابني لانها بجد كانت فوق بعضها ومش عجباني خالص. قلت كده الاول اخد الغسيل وبعد كده ندخل على البلكونه، ابتدي ان انا المع بس الازاز بتاع الشباك الالمتال، لان انا على طول بحب ان انا كل ما اجي انشر المع الازاز وكمان المع الحته اللي هي بتاعه الالمتال ديت، لان بتبقى متطربه طبعا وبتتطرب بسرعه جدا جدا، وخصوصا ان احنا في ايام تراب قوي. وبعد كده طبعا لازم المع معايا الاحبال عشان خاطر تبقى النشره على نظافه. انا كنت غاسله دورتين مع بعض يعني ورا بعض ابيض والوان، عشان خاطر ايه انشرهم بقى مره واحده واكمل باقي الاوضه اشوف محتاجه ايه. كمان يا جماعه كان ورايا كذا حاجه في البيت، فقلت ايه انا مش هضغط على نفسي، كل يوم ان شاء الله هعمل اوضه ومعاهم حاجه من المطبخ، لان انتوا عارفين المطبخ مشتملاته او شامل حاجات كتير قوي. فانا قلت ايه لا مش هضغط على نفسي لا المطبخ ولا الشقه، قلت كل يوم باذنك يا رب هعمل اوضه مثلا معاها حاجه من المطبخ، مثلا مره نروق الدولاب بتاع المطبخ، مره نغسل البوتاجاز ومعاه حاجه، لان طبعا غسيل البوتاجاز اوريدي كل يوم بتعمليه، مره الشفاط بتاع اللي هو فوق البوتاجاز على طول دوت. هنا بقول لكم المشابك البلاستيك يا جماعه بستخدمها للهدوم الفاتحه اللي هي الهدوم البيضاء، والمشابك الخشب بستخدمها في الحاجات الغامقه، لان انتوا عارفين المشابك اصلا اللي هي الخشب بتطبع على طول في الهدوم الفاتحه او الهدوم البيضاء. فزي ما بقولكوا كده يا جماعه حبيت ان انا اخد ان شاء الله باذنك يا رب كل يوم حاجه مثلا من الاوض مع حاجه من المطبخ، بحيث ما تتعبيش نفسك وتهلكي في صحتك، وفي نفس الوقت تشوفي مثلا طلبات بيتك طلبات ابنك الكلام ده كله، وتشوفي برضو نفسك، يعني برضو نفسنا عليها حق يا جماعه ان احنا ندلعها كده، تشوف مثلا نهتم ببشرتنا بشعرنا الكلام ده كله. عايزه مثلا تروحي السبا تعملي الجاكوزي، الحاجات اللي هي الدلع بتاعتنا ديت. هنا بقول لكم يا جماعه البلكونه كانت متبهدله خالص، شوفوا رد فعلي بقى. عايزه الحاجات دي هنا، يلا شاطر انا اعمل زي ماما اعمل كده. انا والله اتفاجئت من رد فعله، بس هو اللي هو لا ما تروقيش البلكونه سيبيها لي انا عايزه العب فيها وهي كده، فقلت خلاص هسيبها له بقى، يعني طالما البلكونه مقدور عليها. الدولاب بقى يا جماعه بتاع ابني لقيته خلاص هيبتدي يتكركب، قلت لا استحاله، ده انا تعبت فيه فعلا اخر مره يا جماعه لما روقته معاكم وصورته، فقلت لا انا ايه عايزه اول باول كده احافظ على الدواليب، سواء دولاب الاطفال او دولاب اوضه النوم او دواليب المطبخ، اللي هو اول باول كده عشان خاطر ما تحسيش ان الموضوع معاكي اتفركش. هنا بوريكم يا جماعه الجاكيت ده بتاع هيما، اول ما نزلت كده في مره قبل العيد يعني عجبني سعره وخامته حلوه قوي ما شاء الله، فقلت لا هجيبه، بس للاسف لسه طلع كبير عليه، فان شاء الله السنه الجايه ولا حاجه باذنك يا رب يلبسوا ان شاء الله على خير، فحبيت اوريه لكم يعني. حبيت بقى كده برضو ان انا اطبق الغسيل، وطبعا الدولاب كان محتاج ترويقه كده في السريع، قلت برضو اخده على طول كده، عارفين انتوا اللي هو رويه اول باول عشان خاطر انت ما تحسيش ان انت مكتئبه او تحسي ان انت كسلانه تقومي تعملي حاجه. بصوا يا جماعه